تخيل إنك واقف قدام مبنى عمره 4500 سنة، مصنوع من أكوام حجارة تقيلة، ومحدش لحد دلوقتي فهم بالظبط إزاي الناس زمان نقلت الحجارة دي. ده مش فيلم، هي دي الأهرامات. الأهرامات مش مجرد حجارة متكدسة، دي رسالة من عصر كان عنده مهارة وفن وجزء من علم ما كناش نتصوره. الهرم الأكبر في الجيزة، واللي بنسميه هرم خوفو، اتبنى من حوالي 4500 سنة علشان يكون مقبرة للفرعون حسب بعض النظريات. لكن مش أي مقبرة، ده مشروع هندسي هائل، مليون طن حجارة وقواعد شبه كاملة ومحاذاة مع الجهات الأربعة بدقة تخليك تستغرب إزاي شالوا الحجارة اللي وزنها بيوصل لعشرات الأطنان. في صناع ومهندسين شاطرين اشتغلوا بفن السحب على الزلاجات وتزييت الرمال، وفي دلائل على إنهم ما كانوش عبيد زي ما الأفلام بتقول، بل كانوا عمال منظمين وعندهم خبرة وتقنيات. في أفكار ونظريات كتير عن طريقة البناء. في حد قال إنهم بنوا منحدرات ضخمة حوالين الهرم، وحد تاني قال إن هم بنوا من الداخل سلمات متدرجة، ونظريات تانية بتتكلم عن حبال وبكارات وحتى طرق ميكانيكية بسيطة. وفي الحقيقة مفيش إجماع واحد على طريقة بناء الأهرامات، وكل دراسة بتجيب فكرة بتقربنا أكتر من اللغز. كمان جوه الهرم في ممرات وغرف وأفران هوائية، وغرف الهرم السرية واللي طول السنين اللي فاتت دي كانت بتدي للناس خيال واسع. العلماء لحد يومنا ده لسه بيكتشفوا حاجات جديدة جوه الهرم، زي وجود فراغ كبير اكتشفوه بأجهزة التصوير الحديثة داخل الهرم، ودي حاجة خلت العالم كله يقول لسه في أسرار في الهرم. ولازم تعرف يا صديقي إن الأهرامات مش بس إنجاز هندسي، دي كمان مرآة لمعتقدات الناس أنذاك عن الحياة والموت والقيامة وعن قوة الفرعون في الفترة دي. وفي الآخر الأهرامات علمتنا حاجة مهمة، وهي إن البشر ممكن يحولوا الأحلام لمباني تفضل عايشة لدهور. وإنت قولي إيه في رأيك، إيه هي النظرية الأقرب للحقيقة؟ منحدرات خارجية ضخمة، ولا منحدرات داخلية وسلالم، ولا لسه في سر تاني مخبيينه؟ ممكن تكتب لنا رأيك في الكومنتات. ولو عجبتك الحكاية وعايز فيديوهات بتكشف أسرار أكتر عن حضارات وغموض العالم، دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تشارك الفيديو مع أصحابك اللي بيحبوا الألغاز.